اجي حداك ما بديه الساك اجي حداك ما بديه. كيفاش كنت كنستدرجو يجي لعندنا للدار، كيفاش دوشت انا وياه في الحمام وامي حاضيه لنا، كيفاش انا كيحك لي في ظهري. كيف ما شفتوا وسمعتوا هاد الكلام اللي كتقولوا النعيمه البدويه وبناتها والعائله ديالها كلهم ولاو غير التخسار ديال الهضره من بعد ما كنا كنشوفوا واحد المحتوى اللي زوين اللي عجبهم في نعيمه البدويه، وتالقت هي كيوتيوبر وكصانعه المحتوى في المحتوى ديال الباديه ديال كتخبز في الفران ديال العواد، كطيب على هكا العواد. المهم الطياب ديال الباديه، العيشه الباديه، داك العيشه البسيطه اللي الناس ديال الجاليه بالخصوص اللي كانوا كيتعاطفوا معاها، اللي كانوا كيصيفطوا لها الهدايا ومازال كيصيفطوا لها، لانهم كيبغيو داك يعيشوا داك الاجواء ديال الباديه اللي شافوه اللي افتقدوه هما. ولكن الان ولينا كنشوفوا عكس هادشي تماما، ما كان غتخسر الهضره السبان، هي ما كدابز مع بنتها، هي مع نسيبها وبواحد الطريقه اللي فحشه الصراحه. واحد الكلام اللي ما تقدرش تسمعوه مع العائله ديالك ومع واش هادشي هذا السبب ديالو ان الانسان كيطغى والفلوس كتعمي، وفلوس الادسنس كيف ما كنقولوا كتعمي البصيره. انت شنو الراي ديالك في هادشي هذا اللي شفتيه؟ الصراحة هاد نعيمة البدوية خرجت ليها طاي يعني بالعلالي، ما بقات لا تحشم لا تخاف، حتى الخوف ما بقاتش تخاف. هاد السيدة هذه اللي كنا مقدرينها، كنا كنحترموها، كانت الجالية المغربية كتحترمها، كتشوف فيها هذيك المرأة البدوية البسيطة المكافحة اللي كتقنع بالقليل، تشموا فيها الريحة ديك التقاليد والعادات اللي افتقدوا هاد الناس ديال الجالية. هما الصراحة اللي هما اللي طلعوها، كانوا يعني تيتهلاو فيها ماديا، تيصيفطوا لها الحوايج من برا، تيصيفطوا لها اي حاجه اللي بغاتها. تخايلي معايا الداب، لان هاد الناس هادو مساكن كانوا محرومين من ديك الريحه العربيه، الريحه الباديه، بدوك التقاليد الباديه، كانوا عايشين غير في العصرانه وداك الشيء ديال التكنولوجيا في اوروبا، يعني افتقدوا هاد الشيء هذا. ولكن فاش شافوا القناه ديالها وشافوها تتبارطاجي هاد الحياه ديال الباديه والحياه العربيه وكيفاش الناس العربيه عايشين وداك الشيء التقليدي والقديم، يعني عجبهم الحال وشموا الريحه ديال والديهم، الريحه د حبابهم في هاد النعيمه البدويه. علاش؟ لذلك تهلاو فيها ماديا معنويا اي حاجه، وطلعوا لها قناه ديالها. ولكن هاد نعيمه البدويه في هاد الايام او السنين الاخيره ما بقاتش كتحشم ولا تتبار. واخا دوزت الفتره العقوبه ديال السجنين اللي كانت داك الكلام اللي كانت قالته، كنا كنقولوا انها من بعد السجن اللي دوزت راه ما غاديش تولي تعاود نفس الاخطاء. ولكن هي كانت خرجت واحد الخرجه في كوفيد 2019، يعني في كورونا، كانت تكلمت بواحد الطريقه اللي خايبه على هذا الفيروس، انها تتحرض الناس ما يديروش الكمامه، ان هذا الفيروس ما كاينش، يعني خدات العقاب ديالها، ولكن ما بغاتش تحشم وما تأدبتش. ودابا حاليا ولات تدير محتوى مغاير نهائيا على المحتوى ديالها الاصلي، وهو محتوى فاحش، محتوى اللي فيه السب، فيه القذف، فيه تطيح الهضره كيف ما تنقولوا حنا بالدارجه من السمطه لتحت. داك تتكلم على النعاس ما بين المراه والراجل، واحد الحركات جنسيه، واحد الكلام فاحش، واحد الكلام يعني الانسان اللي محترم راسه وما يقدرش يتسمع لهذا الكلام مع والديه او مع الزوجه ديالو او مع حتى مع الاصدقاء ديالو. تخيلوا معايا هاد الناس هادو اللي طغاو، لا هي البنت ديالها، الزوج البنت ديالها، يعني العائله متفاهمين ومتفقين انهم يديروا هذا المحتوى اللي يستفز المغاربه، وهذا المحتوى اللي كما تنقولوا حنا اي حاجه ممنوعه مرغوبه، يعني الحاجه اللي تتكون طابو تتكون ممنوعه، الانسان تيبغي يكتشفها وتيبغي يتفرج فيها. هما لعبوا على هذه النقطه هذه، ولاو تيديروا هذا المحتوى لانه تيدخل بزاف ديال يعني تيتابعوه بزاف ديال الناس. للاسف الشديد هنايا غنحل واحد القوس، المغاربه الاغلبيه ما نعممش، ولكن الاغلبيه للاسف تيعجبهم هذا المحتوى وكيدعموه وتيتابعوه. يعني خص شوف، راه خص التربيه تبدا منا حنا، من المواطن المغربي، من الاسره المغربيه، خص الوعي، لان حنا اللي كنشجعوا بحال هذه المحتويات.
شفتي حتى البنت ديالها واخا راه كانت ما كانت دوزت هي واحد العقوبه سجنيه. هاد البنت هذه اللي كتخرج وكتقول هاد الالفاظ هذا وانا هي والزوج ديالها شنو دارت وشي تطيح هاد الهضره. هاد السيده هذه حتى هي دوزت فترات سجنيه، وانهم كيقول لك مين كيدخلوا للسجن بحال كيتزاد لهم داك فلوس الادسنس. راه قالتها نعيمه البدويه فما في واحد البرنامج، قالت لهم انا خرجت من الحبس لقيت 10 المليون. يلا يعني ضربت واحد العام الحبس وتلقى 10 المليون، يعني راه هتولي تعاودها مرارا وهنايا كاينه ثغره في القانون. راه خص نورمالمون دابا حاليا راه خصها الا اعتقلوها وحقوا معاها ودوزت العقوبه ديال الحبس، راه خص ديك القناه خصها تسد، راه خصها تسد. ودابا المشكله واخا كتسد ملي كتخرج من الحبس كتولي دير قناه، وداك القناه الناس كيبغيو يكتشفوا عاوتاني شنو داز عليها، شنو دارت، شنو تقول، شنو الخروج ديالها من بعد السجن. يعني كتجيها المشاهده مضوبله. يعني المشكل فينا حنا، يعني نبقاو ندورو ونرجعوا لينا حنا. المشكل في المتابع، في المواطن، في داك الانسان العادي اللي تيتبعها وتيقيل تيتفرج فيها. هذا هو المشكل. وهي لقات هذه الفرصه وهاد الثغره وهاد شنقول لك، هاد الجهل هذا اللي كاين في المغاربه وهي استغلاتو. وللاسف الشديد ها هي تطلع عليهم الفلوس الادسنس على ظهرهم. ومن السابق كانت غير تنشر شي محتوى اللي هادف اللي زوين كيف ما كانت في الاول. دابا راه تنشر الفساد، راه كتنشر شنقول لك شي حوايج اللي خايبه في المجتمع المغربي، خصوصا راه تيتابعوها ماشي غير كبار، راه حتى الفئه السنيه الصغيره. وهاد الناس تخيلي معايا غيجي واحد الشاب في عمره 19 عام، المهم في فتره المراهقه، او شابه في مرحله المراهقه، وسمعت هذا الكلام، واش ما غتشجعش؟ واش ما غاديش راه بسبب هذا الكلام هذا راه تيشجع تقول هذا الشيء والوالد ديالها راه كيسمع. يعني غيشجع هذا الكلام. هذا الكلام كيشجع باش دير شي مصائب. واش انت تتكلمي على النعاس ما بينك وبين راجلك، وهذاك الشيء راه الاسلام تيقول لك راه هذاك الشيء اسرار الزوجيه، اسرار ديال البيت النعاس راه تيبقاو بينك وبين الزوج ديالك، وانت تتبارطاجيهم مع الناس من اجل شنو؟ من اجل الفلوس، ماشي من اجل باش زعما ديري واحد النصيحه. واش الراجل مع المراه وكذا وداك راه كيعارفه مثلا هي بحال مخاصمه مع واحد وقيله مرات لوسها ولا المهم لا ما كاينش خصام، هذا راه غير خطه متفاهمين. ولكن قلت لك زعما هي كترد، ماشي هي زعما دايره واحد المحتوى كما تنقولوا طاقيها الاخرى تتقول هضره والاخرى ترجع في فيديو وتسبها والاخرى تعايرها، وهذاك الشيء غير خطه وتمثيليه بينها بالعائله كامله، ما بين نعيمه البدويه وراجلها ونسيبها وبنتها متفقين ودايرين هاد الخطه هذه باش يدخلوا الفلوس على ظهر الكوانب. تنقولها كوانب ديال المغاربه. انا دابا شخصيا حتى شفت هذا الفيديو بغيت نتكلم عليه، ولكن كمحتوى ديالها ما متبعوش، والله ما متبعو، ما تتفرجلاش كاع. تجي عندي الوالده ولدي واحد المراه شنو اجي تشوفها، اجي تتفرج وما تنبغيش. انا تنشوفها بحال دابا فاش تنكون تنتصفح اليوتيوب او التيك توك تنشوفها، ولكن ما تنتفرجلاش دقيقه د المكان. صافي علاش؟ حيت انا عارف داك المحتوى تافه، محتوى ما صالحش. المشكله هي عندك انت واحد المحتوى زوين، عندك واحد المتابعين زوينين، كيبغيوك بزاف ديال المتابعين. علاش الانسان كيطغى بزاف وكيعميوه فلوس الادسنس؟ راه التعمات. شنقول لك، شوفي حنا الانسان بالطبيعه ديالو طماع، بالطبيعه ديالو دائما تيبغي المزيد، دائما هو الله سبحانه وتعالى تيقول لك بنو ادم الا عطيتيه واد ديال الذهب، يعني نهر ديال الذهب او ديال الاموال، او ويطمع في نهر اخر، يعني يبغي واد اخر ديال الذهب، يعني ما عمره يطمع، ما عمره يقتنع او يقنع. القناعه يعني هنايا فوق شكون اللي عنده القناعه؟ اللي عنده اليقين بالله سبحانه وتعالى، اللي مؤمن، يعني عنده واحد الايمان قوي بينه وبين الله. ولكن هذه الفئه قليله بزاف، هذا هو المشكل. وهاد نعيمه البدويه راها صراحه طغات هي والعائله ديالها، وراهم دخلوا جمعيات، خصوصا ديك الجمعيه اللي تترأسها سميره البقالي، واحد الجمعيه ديال ما تقيش ولدين. المهم بزاف ديال الجمعيات اللي يدخلوا على الخط، وراهم رفعوا شكايه ضدها عند الوكيل الملك في النيابه في الدار البيضاء، فهمتيني. ودابا راه الاجراءات
يعني على قدم وساق كيف ما تنقولوا، باش يشوفوا ويتاكدوا. هي كتعتذر البنت ديالها، لا ما كاين، لا شوفي وانا غير بغيت نرد على نرد عليها، وهي هما كيبقاو يطلعوا بيا الصفحات. شوفي الصفحات ما كاين لا اعتذار لا والو، هذا الشيء لانه مخطط. و هاد الجمعيات راهم خداو واحد الاقراص مدمجه، يعني اللي فيها الفيديوهات ديالها مسجلين صوت وصوره، الهضره اللي كطيح، الطريقه باش تهضر، الحركات اللي كدير، يعني هاد الشيء كامل راه كما تنقولوا ادله ضدها. اما الاعتذار ديالها ما عنده فاش يفيد، لان هي راه من الاول دايرين الخطه انهم من بعد غيخرجوا يعتذروا، يعني حتى دوز لهم الفلوس، دوز لهم الملايين بعدا على ظهور المشاهدين المغاربه، وديك الساعات غيقولوا حقا نخرجوا في اعتذار، وما لو مريضنا ما عنده باس. ولكن لا، ما خصهاش تدوز علينا هذه الخطه، هذه ما خصهاش تدوز على المغاربه. تغير، حنا ولينا كنشوفوا ان الناس كتعاقب بالخصوص في السوشيال ميديا، ولاو كياخذوا العقاب ديالهم، بحال وهي مسطر اللي خدات 6 سنوات 5 سنين تقريبا ولا 4 سنين، منهم ولد الشينويه، دابا حاليا داك بوكريشه، يعني هادو واحد المده اللي طويله سجنيه اللي ما بقاتش عام، ولا الانسان راه يخاف على راسه. المهم دابا راه حاليا الاجراءات راها خدامه باش يتم الاعتقال ديالها والمعاقبه ديالها، باش تكون عبره لاي واحد الاخرين اللي تيطلعوا المحتوى ديالهم وتيربحوا الفلوس على ديال بعدا واحد الامهات اللي مساكن كيتيقوا بحال هذا الشيء. تيقوا، انا الام ديالي متيقه هذا الشيء، فهمتيني؟ لا راه دابز بصح، راه دابز راه كتعاين ساكن. شوفي الناس القدام ساكن ما عاشوش في التكنولوجيا، وما عارفينش ان هذا الشيء غيكذوب، ان غير تمثيل. يعني تلقى امهات ديالنا تلقى فيلم مكسيكي ولا فيلم تركي وتيتيقوا، فما بالك بهادو تيخرجوا يغوتوا ويبكيوا ويشكيوا، وهو لا غير تمثيل. ودابا حاليا هاد الناس الكبار الامهات ديالنا والفئه ديال الصغار اللي غادي يتاثروا، وهادو هما الفئه الكبيره اللي عندنا في. والمهم ان تتروج واحد الاخبار تيقول لك بان راه تم الاعتقال ديالها، وهي راه مازال ما تمش الاعتقال ديالها صراحه، راه مازال في يعني خدامه على راسها وتدير في الفيديوهات وما مسوقاش، ولكن غيتم الاعتقال ديالها لان صافي دخلوا هذه الجمعيات، خصوصا ديك سميره البقالي، ورفعوا دخلت الصراحه راه وحطوا شكايات عند وكيل الملك، وان شاء الله راه في القريب غيتم الاعتقال ديالها وغادي تعاقب، تاخذ العقاب ديالها. وحنا الحبس ما نتمناو حتى واحد صراحه، حتى واحد ما تنتمناو له الحبس، ولكن هي بغات وتستاهل. ونتمنى المغاربه ما يعاقبوها بواحد العقاب اخر اللي هو اكثر من الحبس، وما الحبس غتدخل له غدوز الفتره ديال السجنيه ديالها وغتخرج غدير نفس المشكل. لا شي قناه لا العقاب اللي غنعاقبوها اللي خصو يعاقبها 40 مليون مغربي او اكثر، هو يخرجوا من عند القناه ديالها، يعني ما يبقاوش مشتركين معها وما يتبعوش المحتوى ديالها. هذا هو اكبر عقاب. دابا غير بغيت نقاطعك، دابا شتي ولد الشينويه من بعد ما دابا هو مازال في السجن، غير غادي يخرج غادي يتكبوا عليه المغرب كامل. الصحافه هي الاولى غتكب عليه، والصحافه والمتابعين الصابو. هو كيخرج كيدير قناه صافي كيتكبوا عليه، يعني ما كيديروا يعني وتخيلي القناه تفعل له في نهار، كتفعل في نهار، وتلقى مسكين درويش تيتقاتل عام عامين 3 سنين هو تيتقاتل على واحد القناه بسيطه باش يفعلها، باش يدخل فليسات، باش واحد المحتوى اللي زوين وتتلقى هاد البوزبال هادو تتفعل لهم القناه في نهار ويدخلوا الفلوس في نهار. هو تخيلي معايا، يعني ما فهمتش انا يا هذا الشيء هذا، والله ما فهمت. ولكن السبب ديالو هما حنا اللي خصنا اعاده التربيه، خصنا نترباو كشعب. يعني حنا كنقولوا لا راه خصو يتعاقب، راه خصو يتشد، غير كيخرج من السجن كنوليو نعاودوا نفس السيناريو، نفس السيناريو. علاش وكيفاش وقع لك ودابا واش. المهم كيوليو يعاودوا معاه نفس السيناريو. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال الرساله، نبغيو من المتابعين الاراء ديالهم، يعلقوا في التعليقات شنو نتوما تيبان لكم في هذا الكلام الفاحش، هذا التقصدير اللي خرجت به ام ناعمه وبنتها ونسيبها، وشنو هذا الشيء هذا؟ واش عادي بالنسبه للمغاربه؟ واش عادي بالنسبه لواحد المراه اللي كنا كنشوفوا فيها امنا وهذيك المراه البدويه؟ وحاشا تكون المراه العروبيه او البدويه بالاحرى
تكون بحال هاد الناس هادو. المراه البدويه كتكون كتحشم تحترم الغير، ما ما تقدرش تقول هادشي هذا كامل، وهي شوتها. الله ياخذ الحق. هادشي اللي نبغي الاراء ديالكم في التعاليق. يلا خوتي خليونا الاراء ديالكم، وما تنساوش الاشتراك ودعم القناه باش يوصلكم كل جديد ومفيد باذن الله. وبسلامه.